في امريكا كان في راجل بيطير في السماء، كان بينهي على كل الشر الموجود في كل مكان، والشخص ده كان بالنسبه لكل الناس المنقذ الوحيد. وهنا مش بنتكلم عن سوبرمان ولا سبايدر مان، احنا هنا بنتكلم عن هوملاندر. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. بطل خارق اتولد بقوة خارقة، وكأن ربنا اختاره بين كل الناس عشان ينقذ الشعب الأمريكي. الناس كانت دايما شايفاه المثل الأعلى، أو ثانية واحدة مش زي ما هم كانوا متخيلين بالظبط. الشخص ده طلع مجنون ومريض نفسي، قتل مئات من الناس في السر، محدش كان بيعرف حقيقته، لأنه في الآخر كان بيعرف يظهر القصة بشكل تاني يخلي الناس كلها تتعاطف معاه. قدر يظهر بالشكل اللي في دماغه قدام الجمهور، وده سمح له اللي هو يتمادى أكتر في الكوارث اللي هو بيعملها. اللي هتعرفه في الفيديو ده الشخصية الحقيقية بتاعت هوملاندر، ليه هو شرير، وليه بيحب يعذب الناس ويقتلهم، وليه الناس بتتعاطف معاه رغم كل حاجة مخيفة هو بيعملها. I just want to get I'm not down. suggesting anymore. Jump. في قلب نيويورك كانت موجودة شركة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات اسمها فوت. على الورق فوت كانت شركة أدوية، وكانوا بينتجوا عقار معين. العقار ده كان بيخلي الناس العاديين يبقى عندهم قدرات خارقة، بس أغلب الناس ما كانوش يعرفوا كده، كانوا فاكرين إن القدرات دي هبة من عند ربنا، وعشان كده كانوا بيبصوا للأبطال الخارقين دول بنظرة فخر وإعجاب. فوت استغلت النقطة دي في التسويق، وبدأوا يروجوا لنفسهم إنهم شركة سوبر هيروز، واختاروا 7 من أقوى الأبطال الخارقين الموجودين حاليا وسموهم بيزا 7. الشركة كانت تحت قيادة المدير التنفيذي إدجار، والنائبة بتاعته في إدارة الأبطال الخارقين دول كانت مادلين. ونيجي لأهم واحد في الأبطال الخارقين كلهم، شخص كاريزما وعنده قوة خارقة مش موجودة في أي حد، بيطير، عينيه بتطلع نار وشرار، عنده قوة عضلية خارقة، وعنده سمع خارق. أي حاجة حرفيا حط جنبها كلمة خارق وهتمشي معاه. لكن الحقيقة كل الكلام اللي أنا قلته ده كان عشان الشهرة والفلوس بس. هوملاندر اتدرب على التصرف بطريقة معينة، وكان دايما بيقول للناس جملة معينة: You are the real heroes. Captain, you guys are the real heroes. حتى لغة الجسد بتاعته كلها كذب في كذب، ايده على وسطه زي سوبرمان، ونبرة صوته اللي مليانة امل وثقة. بس ده ما كانش هو الشخص الحقيقي اللي ورا القناع ده. في مرة كان في حادثة معينة، طيارة كانت راجعة من باريس ورايحة لشيكاغو، اتعرضت للاختطاف. فالمسؤولة عن الابطال الخارقين دول اللي اسمها مادلين قررت تبعت هوملاندر ومعاه كوين ميف. هوملاندر وصل ودخل الطيارة وقتل الناس الاشرار الموجودين جوه. الركاب ساعتها كانوا هيموتوا من الفرحة، اللي هو خلاص احنا كده تم انقاذنا بنجاح. ولكن الصدمة ما كانوش يعرفوا اللي يحصل بعدها ب5 دقايق. كان في شخص جوه منشن المسدس على دماغ الطيار، وفجأة قتل الطيار. هوملاندر يسكت؟ اكيد لا، طلع ليزر من عينيه وقتله. بس هو بيقتله بوظ لوحة التحكم بتاعة الطيارة كلها. ميف كانت مرعوبة بتترجاه ينقذ الركاب، بس الصدمة ان هوملاندر وقتها ما كانش مهتم، كان حرفيا كارف. بدأ يقول حاجة فارغة: هشيل الطيارة ازاي؟ مفيش حاجة اقف عليها، احنا في هوا. بس في الحقيقة هو ما كانش فارق معاه، هو كان بيبين ليها بس اللي هو مهتم، بس هو في الحقيقة هو ما حاولش حتى. فعمل ايه بقى؟ كان عارف انه لو ساب الطياره تقع هيقدر يلعب بعدين في القصه بطريقته، ومن غير اي ذره رحمه اكبر ميف تسيب الركاب وتمشي، وسابوا الطياره تقع في المحيط. في الاخر مفيش ولا ناجي واحد، وبعدها وقف في جنازه الضحايا بيقول خطاب حزين وكانه يعني كان بيموت عشان ينقذهم. المنافق الكذاب. للاسف الناس بعدها صدقوه وشجعوه، وكانوا بيأيدوا اكتر حبهم ليه. بس ثانيه واحده قبل ما نحلل شخصيه هوملاندر او اي شخصيه تانية، ما ينفعش نحكم عليها من غير ما نرجع للطفوله بتاعته. وهنا طفوله هوملاندر كلها كانت مليانه صدمات ومختلفه جدا. والمفاجاه هوملاندر في الاخر ما طلعش صدفه، هوملاندر اتخلق ما اتولدش. هتقول لي انت مجنون ولا ايه؟ ما هي كلمه اتخلق يعني اتولد. هقول لك لا، انت غلطان، واسمع الكلام اللي هقول لك دلوقتي عشان مهم جدا. علماء شركه فوت خططوا المشروع من البدايه، واستخدموا الحمض النووي لبطل خارق قديم اسمه سوليجر بوي، وزرعوه في جسم ست مشرده. وفوت دفعت للست دي $2 بس عشان تحمل الجنين وتكمل بيه الحمل. ولكن حتى اول لحظه ليه على الارض كانت كلها دمويه. المفروض الطفل الطبيعي لما بيتولد بالطريقه العاديه اللي كلنا عارفينها. هوملاندر بقى اتولد ازاي؟ خرج من بطن امه بشعاع الليزر بتاعه اللي بيطلع من عينه وشق بطن امه نصين. انتوا متخيلين؟ والنتيجه ايه بقى؟ ماتت هي و3 دكاتره تانيين في نفس اللحظه دي، رغم ان هم سموه باسم بني ادم طبيعي اللي هو اسمه جون، بس هو عمره ما اتربى كطفل طبيعي. اتحول لفار تجارب في معمل فوت بعد ما طلع من بطن امه. هم كانوا عارفين ان دم
ان سولجر بوي هيديله قوه خارقه من اعلى مستوى، فعملوا عليه تجارب عشان يكتشفوا مدى قوته. ومن التجارب دي كانوا بيحطوه في فرن ضخم بحجم الانسان وهو مولع نار علشان يشوفوا جلده هيولع ولا لا. وفي مره تانية جابوا حراس عندهم قوه خارقه وخلوه يتقاتل معاهم وهو لسه طفل. ده غير انهم غسلوا دماغه بشكل كامل. ليه بقى؟ علشان يخلوه وطني ويخدم امريكا بشكل اعمى. ولكن افظع حاجه عملوها من وجهه نظر الشخصيه هي انهم جابوا مجموعه من الاطباء النفسيين وطلبوا منهم يبرمجوا عقله اللي هو يفضل محتاج للحب وللحنان. الطفوله البشعه دي زرعت جواه صفات مرعبه، كان مستعد يرضي اي حد علشان يحس ان هو محبوب، ينفذ اي اوامر حتى لو هيدمر كل الناس، وبقى يدور على اي حد يشوفه كأب لانه اتحرم من المعنى ده طول حياته. وبعد ما المشروع نجح فوت قدموا هوملاندر للعالم كقائد السيفن الجديد، بس في الكواليس هو نتيجه لتجربه كارثيه. مع الوقت بدأ يبني علاقة غريبة معقدة مع مادلين، رغم ان هي كانت من البشر العاديين كان ليها سلطة قوية جدا على هوملاندر. مادلين ما كانتش بس المديرة بتاعته، كانت بالنسبة له كانت بتتكلم معاه بصوت حنين باسلوب في حنان الام اللي عمره ما حس بيه، وده خلاه يصدق اللي هي بتحبه. بس هي كانت بتستغل نقطة ضعفه دي علشان تسيطر عليه وتخليه يسمع كلامها، وكانت بتعمل كده مش علشانه، لا ده عشان مصلحتها هي الشخصية. لان لو هوملاندر نجح في ان هو يلمع صورة الابطال الخارقين ده كان هيساعدها تدخلهم الجيش، وده كان معناه فتح باب كبير جدا للفلوس، لان الحكومة كانت هتعمل معاهم عقود بمبالغ ضخمة. مادلين ما كانتش بس بتتحكم في افعاله، دي كانت بتشكل نفسيته من اول وجديد، ومن غير ما تحس كانت بتخلق جواه نوع غريب من الغيرة، بمعنى ان الولد الصغير بيتعلق بامه تعلق عاطفي شديد وهو عنده من 3 ل 5 سنين، لانها باختصار اول مصدر حب ودفء بيقابله. وملاندر عمره ما مر بالمرحلة دي، فلما مادلين دخلت حياته بالحنان المزيف ده بقت هي بمثابة الام اللي ما جاتش ابدا قبل كده. بس العلاقة دي اتحولت لحاجة مخيفة جدا. مع تطور الاحداث هوملاندر اكتشف انه خلف طفل من بيكا بوتشر وان عنده ابن، وفجأة المشاعر دخلت في بعض، والاول مرة كان عنده امل بسيط اللي هو اخيرا ممكن يبني عيلة. لكن في نفس الوقت اتصدم من مادلين لانها كانت عارفة الحقيقة وكذبت عليه، كانت بتستغله وتتحكم فيه. ومن اكتر المشاهد المرعبة لما اعترفت له بالحقيقة، اللحظة دي كسرت كده حاجة جواه، لان مادلين اللي طول عمره شايفها كأم اتحولت فجأة لإنسانة عادية ضعيفة وخايفة زي أي حد تاني. في اللحظة دي هوملاندر مسماش عليها وطلع ليزر من عينيه وخلص على حياتها في لحظة واحدة. وهنا كانت بداية لشخصية سايكوباتية بدأت تظهر جواه. باختصار السايكوباتي ده هو شخص مختل وما عندوش أي عاطفة ناحية أي حد، ودايما تصرفاته متهورة ومش صح، وعنده ميول عنيفة جدا. وكل الصفات دي كانت واضحة في هوملاندر، ومع مرور الوقت الناس ما بقتش تسقف له زي زمان. ودي كانت من أكتر الحاجات اللي هوملاندر كان بيحب يشوفها من الناس، وده بالنسبة له كانت بداية انهيار. مرة في افريقيا كان في شخص تاني خارق، هوملاندر طار له قتله بسهولة بأشعة الليزر اللي بتطلع من عينيه وبعدها مشي. بس اللي ما كانش يعرفه ان ورا الشخص اللي مات ده كان في شاب تاني موجود، اتصاب بالليزر هو كمان ومات برضه في نفس الوقت. والكارثة ان كان في حد كان بيصور ونزل الفيديو ده على النت، والناس كلها عرفت وبدأت الناس تشوف حقيقة هوملاندر اللي هو مجرم مش بطل خارق. لما حاول يهدي الناس اللي كانوا ضده كل اللي قابله منهم كان عبارة عن غضب وكراهية بس. وفي اللحظة دي جاله تخيل عنيف جدا، تخيل مرعب اللي هو بيقتلهم كلهم بكل برود وكأنه كان بيتمنى ان ده يحصل. الخيال ده بيكشف عن جانبين مرعبين في نفسيته. اول حاجة وهي النرجسية، هوملاندر ما كانش قادر يتحمل فكرة ان الناس ما تعبدوش، استغفر الله العظيم يعني. تاني حاجة وهي السادية، لانه مش بس بيتخيل اللي هو بيقتلهم، ده بيتبسط جدا بالتفكير ده. وفي اللحظة دي كان محتاج اي حد يخرجه من المصيبة اللي هو فيها. وهنا ظهرت واحدة جديدة في فريق السيفن، ولما شافت هوملاندر بيتعرض لهجوم جماهيري ضخم دخلت وساعدته على طول من غير تفكير. استخدمت السوشيال ميديا علشان تلفت الانتباه بعيد عن الاخطاء اللي هوملاندر كان بيعملها. بدأت كمان تغذي احتياجاته الاساسية اللي هم حب الناس والتقدير والاعجاب، وهوملاندر وقع في الكلام ده، فهو افتكر ان هي بتحبه بجد. بس الحقيقة كانت ايه بقى؟ ان هي طلعت زي مادلين بالظبط. ومع الوقت الاتنين قرروا يخطفوا ريان من بيكا بوتشر ويعملوا عيلة خارقة على مزاجهم. بس الوضع ده ما استمرش كتير، وبيكا وجوزها لحقوهم على طول. البنت اللي كانت مع هوملاندر كانت هتقتل بيكا على اخر لحظة، وفجأة حصل اللي محدش كان متوقعه. ريان اللي عمره ما استخدم قوته الخارقة قبل كده استخدمها وفجرها بأشعة الليزر عشان بس ينقذ امه، بس للاسف موت امه برضه معاه بالغلط. هوملاندر وقتها وقف مصدوم من اللي حصل، ابنه اتأذى وست تانية من اللي كان بيحبهم ضاعت من حياته. ما كانش قدامه بس غير ان هو يسيب ريان ويهرب، وابتدى هوملاندر حياته تتدمر اكتر واكتر. فاثناء كل ده كان واقف فوق سطح مبنى معين وبيحاول يمنع بنت اسمها تشيلسي من، بس لما سمع خبر ان
البنت اللي كان بيحبها قرر ان تشيلسي ما تستحقش اللي هي تعيش، وهنا ما كانش بيحاول ينقذها، كان بيحاول يأذيها لانه بقى شايف الدنيا كلها مش مستاهله، حاسس ان هو خسر حاجات كتير مهمه في حياته، فما فيش مشكله لما يخلي ناس تانية تخسر حياتها. I just want to I'm get not down. suggesting anymore. Jump. ومع الوقت بدأ يفقد السيطرة أكتر وأكتر، وفي وقت مهم والناس كلها متجمعة كان واقف جنب ستار لايت، والناس متوقعة منه اللي هو يقول كلام محفوظ كالعادة، بس لأ، المرة دي قرر يشيل القناع ويبدأ يبان على حقيقته، ودي كانت لحظة جنون العظمة اللي جات لهوملاندر فجأة. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. بس الناس بصراحة كانت غبية وما كانتش شايفاه على حقيقته برضه، شافوه واثق من نفسه وبيتكلم بمشاعر قوية، وبدأت الناس تشجعه أكتر وتسقف له. هوملاندر القديم كان بيقول اللي الناس عايزة تسمعه، ولكن الجديد بيتكلم وبيقول كل كلمة هو عاوزها من غير تحكم. وأخيرا والأول مرة حس وقتها اللي هو حر. من وقت ما هوملاندر حس اللي هو حر بدأ يعامل أعضاء المجموعة بتاعته بطريقة غريبة جدا. هوملاندر بقى عنيف أكتر وبقى واثق من نفسه أكتر، بس القوة دي ما استخدمهاش في الخير نهائي، بالعكس ده اساء استخدامها بابشع طريقه ممكنه. بدا يهين باقي اعضاء فريق ذا 7 لانه عارف كويس ان محدش يقدر يعارضه، كلهم خايفين منه. اكتر مثال مرعب كان مع الشخص اللي كان عنده قدرات خارقه متعلقه بالبحر وبيقدر يتكلم مع الكائنات البحريه. هوملاندر من غير اي سبب اجبره ياكل اخطبوط حي، ده حرفيا من غير سبب. انت ممكن تشوف ان دي حاجه عبيطه او حاجه ملهاش لازمه، بس بالنسبه للشخص ده كانت حاجه كارثيه لانه كان متعلق بالمخلوقات البحريه جدا وكان بيتكلم معاهم. على قد ما ده مشهد عبيط، بس بيظهر جانب هوملاندر المخيف اللي هو بيحب يسيطر على اللي قدامه وبيحب يذلهم دايما، عامل كده زي صاحبك اللي كان معاك في ابتدائي اللي بيعمل حوارات ومشاكل مع الفصل كله. بس هو ما وقفش عند كده، اعلن فجأة على التلفزيون اللي هو على علاقة بستار لايت، رغم ان هي كانت بتكرهه ومش طايقه تشوف وشه، بس هي سكتت من الخوف. وما وقفش هنا، كمل بعدها مع كوين ميف اللي كانت بتخبي عن ميولها الجنسيه عن الناس، فراح اعلن للناس كلها قدام التلفزيون اللي هي مثليه. ولكن في وقت من الاوقات شفناه مرعوب ولاول مره لما رجع سولجر بوي. بالنسبه للناس والسنين طويله سولجر بوي ده كان اسطوره والكل افتكر اللي هو مات من زمان، بس رجع. هوملاندر عاش حياته كلها مصدق اللي هو اعظم كائن على الارض، بس دلوقتي في دليل واقف قدامه ان الكلام ده مش حقيقي، في حد تاني قبله، حد بنفس القوه، لا وكمان ممكن اقوى. هوملاندر وقتها بدا يدخل في دوامه شك وجنون عشان حس اللي هو مش اقوى واحد حاليا، لدرجه اللي هو بقى يكلم نسخه من نفسه في المرايه. انتوا متخيلين الجنان وصل لفين؟ بصفته الشخص اللي بيحمي امريكا، هوملاندر كان المفروض يوقف سولجر بوي اللي بقى تهديد حقيقي ليه. اول ما واجهه كان متفوق عليه، لكن لما اتجمعوا عليه اضطر اللي هو يهرب. بعدها جت الصدمه، سولجر بوي اتصل بهوملاندر وقال له الحقيقه اللي هي ايه بقى؟ ان هو ابوه. اللحظه دي كسرت حاجه جواه، لانه عاش طول عمره بيدور على اب، حب يواجهه تاني وجاب ابنه ريان وقال له احنا ممكن نبقى عيله ومش هنكون لوحدنا تاني. رغم كل الوحشيه وكل القتل اللي هو كان السبب فيه، بس لسه جواه طفل لسه بيحلم بعيله وبحضن وباب. بس فجاه الحلم ده اتكسر في سرعه البرق. سولجر بوي قعد يهين في هوملاندر، وباختصار يعني بيقول عليه اللي هو مش راجل واللي هو مجرد طفل صغير بيعيط عشان يجذب الانتباه. اللي حصل بعدها هما الاتنين مسكوا في بعض وسولجر بوي مات. هوملاندر خد خطوه جريئه بعدها، قرر يعلن عن ابنه للعالم كله. نزل من السماء على الجماهير والناس بتسقف، بس فجاه حد من المتظاهرين رمى عليه علبه كنز. هوملاندر وقتها نسي نفسه ومعرفش يتحكم في اعصابه، وفي عز النهار وقدام الناس كلها طلع الليزر من عينيه وشق الشخص اللي حدف الكنز ده نصين. طبعا انت متوقع دلوقتي ان خلاص الناس كده شافته على حقيقته وهو بيقتل، والمفروض خلاص ينقلبوا عليه اكتر واكتر، بس مش ده اللي حصل. اللي حصل ان الناس بدات تسقف ببطء لحد ما كل الناس سقفت له وكانت بتشجعه على اللي هو بيعمله. في اللحظه دي جت لهوملاندر لحظه ادراك متاخره شويه، ان الحقيقه اللي كان مخبيها طول الوقت كان مخبيها على الفاضي، لانه لما ظهر حقيقته قدام الناس ملقاش رد فعل سلبي، بالعكس الناس عجبها اللي حصل وبدات تشجع في هوملاندر اكتر. بس الغريب بعد كل القوه دي وبعد ما بقى فوق القانون وفوق البشر كمان، الوحيد اللي كان يقدر يأذيه هو نفسه، عقله وصراعاته وذكرياته والطفل المكسور جواه. بدا يتكلم مع المرايه اكتر، بس مش مع مرايه واحده، بقت كذا نسخه متعدده من نفسه، كل نسخه بتقول حاجه مختلفه وبقى متشتت اكتر. وهنا بدا يعاني من انفصام الشخصيه، وده اضطراب نفسي بيخلي الشخص
يكون اكتر من شخصية جواه، كل واحدة بتسيطر عليه في وقت معين. كان بيشوف في المراية 3 نسخ، نسخة بتقول له المفروض تسيطر على كل حاجة، والنسخة التانية كانت بتهاجمه وتقول له انت ضعيف ومحروم من الحب وما تستحقش اي حاجة حلوة. والتالت ده كان اسوأهم بصراحة، لانها كانت بتأمره يعمل حاجات مرعبة اكتر زي القتل والذل والاهانة. هوملاندر افتكر فجأة العلماء اللي كانوا بيجربوا عليه حاجات وهو طفل، منهم عالم اسمه فرانك، وده اللي كان بيدخل هوملاندر جوه الفرن عشان يشوف جلده هيتأثر ولا لا من الحرارة. هوملاندر عمل ايه بقى؟ راح للعالم ده ودخله نفس الفرن وقفل عليه الباب وشغل عليه الفرن وولع فيه، حرفيا بقى انسان مشوي. وصل لاخر عالمة، والماضي دي كانت مختلفة لانها ما كانتش خايفة منه وواجهته بالحقيقة، وقالت له انت قتلت امك لما انت اتولدت، واحنا اللي عملنا لك غسيل مخ وبرمجناك تاني من الاول. هوملاندر مسكتش وموت كل العلماء اللي كانوا حواليها وسابها لوحدها قاعدة وسط كل الجثث الميتة دي، وقفل عليها الباب وسابها تموت من الجوع وسط الرعب اللي هي قاعدة فيه. بنعرف في الاخر ان هوملاندر مريض نفسي ونرجسي وسادي وسايكوباتي. تخيل بقى في كل الامراض دي ومعاه قوة خارقة، فكان طبيعي جدا يعمل كمية الكوارث دي. بس السؤال هنا، هل نهاية هوملاندر هتبقى على ايد ناس خايفين منه ولا هتبقى على ايد عدوه الوحيد وهو نفسه؟ في الفيديو ده اتكلمنا عن شخصية هوملاندر بالتفصيل وحللناه بالكامل، وكده ويكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. كان معاكم علي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.